السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني 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 وحشتوني. أهلا. لا 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 لا. النهارده إن شاء الله نتكلموا بقى عن إيه؟ القانون وعكسه في المجتمع بتاعنا. أكتر من 100 سنة بعد الاحتلال إحنا أو 50 سنة، يعني نقول من الخمسينات تمام لغاية دلوقتي قطعنا في 70 سنة. إحنا الشعب الوحيد اللي إحنا عارفين ديت القانون بتاعنا. القانون بتاعنا عندنا دايما ايه؟ الحاجه وعكسها موجودين والاتنين في مكان واحد. يعني مثلا ايه؟ هتلاقي ان احنا عندنا ان الدوله او القانون بقى ماليش دعوه بالدوله، القانون حرم الزنا، فيها قضيه. بص بقى فيها قضيه، الزنا حرام من المحرمات، فيها قضيه. تمام؟ واحنا نفس الدولة بنفس القانون بنفس الدفتر بتاع القانون. فاكرين الدفتر بتاع التأمين الصحي يا عيال؟ تمام؟ اللي الواحدة لو نامت مع واحد في الحرام وجابت عيل ترفع قضية وتاخد حقوق العيل الشرعي، يعني اكنه ابنه الشرعي. لو الدي ان ايه اثبت انه ابنه يبقى اكنه ابنه الشرعي مسموح له. ازاي انت بتحرم الزنا وازاي بتدي العيل حقه؟ وبياخد يا عيني ابن الحرام بياخد حقه زي الراجل متجوز وقاعد مع مراته. فين الفيوز؟ ضاع الفيوز من الحوضه. عادي يا عم، عادي عادي جدا. تاني نقطة، ما احنا بقى ما شغالين في القانون وعكسه، خلينا في ام القانون وعكسه. ده مثلا ايه في الحياة الاجتماعية؟ يعني انت بيبقى عندك ابن الحرام يساوي ابن الحلال، بتحرم الزنا ليه؟ ده واحد. تاني حاجة، انت برضك عامل في القانون عندك ان السياح يجوا براحتهم، صحاب وفريندز، ويزنوا مع بعض ويعملوا مع بعض في بلدك براحتهم. طب ما احنا نعمل زيهم؟ لا احنا دولة اسلامية. نعم؟ ايه يا اسطى؟ احنا دولة اسلامية؟ هو اسلام علينا احنا بس؟ اسلام عليهم وعلى غيرهم. يبقى احنا نمشيها تمام زي ما هم المفروض ما يعملوش، زي ما احنا ما نعملش، او هم يعملوا واحنا نعمل. انما لا، الروس يجوا يعملوا اللي هم عايزينه، الامريكان يجوا يعملوا هم اللي عايزينه. وطبعا حسني مبارك على 30 سنه يقول لك الدولارات عشان نرفع اقتصاد البلد، مش هجيب لكم قمح، كنا بنعرس بمزاجنا. وفي نفس المنهجيه برضك هتلاقي ايه؟ احنا الدوله اللي بتحرم الحشيش وبتمنعه، بس احنا الخمره اوكي. يعني انت تخش كده من المطار تمام، تخش تجيب ازازه الجنوكر الاصلي نضيفه باشا. ما احنا هنحرم كله طالما احنا دوله اسلاميه، يعني نحلل كله. بلاش المكيالين الغلط. يعني اقول لك بلاش ايه السياحه، حوده بيبوظ السياحه. مع ان في حاجه اسمها سكرتيره في السياحه وفي الفنادق، في حاجه اسمها سكرتيره اللي هي شرموطه، اللي هي المفروض عاهره. المهم ماليش فيه تمام. في حاجه صغنونه كده. تعالى نطلع من السياحه نخش في مثلا في السواقه. احنا الناس الدوله الوحيده اللي حاطه قتل خطا 50 جنيه غرامه. بص بقى، قتل اللفظ حتى اللي مركبه حيوان، قتل خطا و50 جنيه غرامه. انت قيمه بني ادم عندك 50 جنيه. تعالى النهارده مثلا نتكلم عن واحد كسر اشاره او مشى عكس الاتجاه، انت بتعمل له ايه؟ بتعاقبه ايه؟ عقاب مادي، فلوس، خد منه فلوس وهو يعمل اللي هو عايزه. بس برضك ايه، مالناش في التفاصيل الممله الرخمه دي، وخلينا في الحاجه في بلدنا وعكسها. لما واحد يطلع ب 10 15 دور انت بتهدله لغايه السادس يا باشا. يعني فارقه معاك يا باشا الست دور؟ يعني انت ربنا اداك العافيه هديت كل ده وجيت على السادس يا باشا؟ لا. انما انت بتستعبط، القانون بتاعك بيستعبط. لما بلد يتحط فيها قانون كده عريض يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، يعني انت عارف ان بلدك فيها مغفلين؟
انت ده اعتراف منك ان في مغفلين. ده من حق النصاب يبقى دي مهنه. انما انت لو تحط ضوابط تقول يا جماعه محدش يسلف حد لما يجيب لي مثلا وصل امانه والتاني خاتم بصبعه ومش عارف ايه، حط حدود. انما انت لا، قانون لحم المغفلين كلوا بعض. تمام. فالناس طبعا تحب القانون الانجليزي بيجيب حقوقهم. وانت نفس الدوله، نفس الدوله، او بلاش الدوله عشان السيسي حبيبي، انت نفس القانون. خشوا في ايه تاني؟ احنا ضربنا السياحه، ضربنا المواصلات. تمام. نضربه ايه؟ زي برضك في المواصلات يقول لك احنا هنعمل كشف حشيش. يا راجل يا راجل، كشف حشيش على بتوع المواصلات. انت عندك يعني في قانونك العاجز العقيم ان انت الموظف لو مسكته بيشرب خمره بتديله جزء، ما ترفدهوش. مالكش حق ترفده طالما ما جاكش بيشرب في مكان العمل. تمام. بيشرب مخدرات ما ترفدهوش، بيبرشم ما ترفدهوش. طب انت مستني يجي عظيم يعني هو يجي يغز لك مدير عشان تحس انه بيستعطى حاجه؟ لازم يخش يا المتكه يعني كيك النهار، لازم تحس الاحساس ده. عارف يعني ايه نظام الدوله او قانون في الدوله بيقول لك لا ما ترفدوش؟ ازاي يا اسطى؟ طب ياخد الفلوس دي بيحشش بيها، طب ما انا ارفده واشغل واحد جديد نستفيد منه، واحد فايق لي. انما لا، ترفده انت بتجازيه وبتخصم منه فلوس برضك بين قوسين فلوس. تمام. وتخش بقى معلم بقى انت مثلا ايه يعني ايه ظابط قتل واحد في السجن او قتل واحد في عنده في الحبس في الاسم، انت بتعاقبه بايه؟ 5 مشدد. يا راجل طب ما روح قدام روح يا ريس. انما انت الحاجه وعكسها. اوريك العيب كمان اللي عندك، العيب الازلي الغبي. يا راجل ده انت السجن اللي هو المفروض عقاب انت مش ممشي فيه قانونك. قانون جوه العافيه للبلطجه، للي يدفع اكتر، لشويه العساكر اللي بياخدوا رشوه. انت ميسر الموضوع، انت مش حاطط ضوابط حتى جوه عقابك، انت سايبه. لا معاه فلوس جوه يدفع. ناس في السجن جوه قاعدين معاهم موبايلات، ناس في السجن قاعدين على الواتساب، ناس متدلعه. مش عارف وزير الداخليه ولا رئيس الوزراء بتاع بيقول لك احنا هنعمل سجن فيه مش عارف 12 فدان. اعمل زي ما انت عايز، بس انت بتقول ان ده المفروض عقاب، قيد الحريه. انما لا معانا، انت عارف وبمزاجك وسايب جوه قانونك دوت ثغره عشان السجن جوه يبقى ليه قانونه. العافيه والبلطجه والمال فرقت ايه عن بره؟ الشعب عندنا مشكله في حاجه واحده، الشعب بيقول لك طلب قد كده، لو هتعمل قانون نفذه عليا وعلى غيري. ما ينفعش يبقى الباشا معدي بالعربيه كسر الاشاره تلاقي العسكري عمل له كده اتفضل يا باشا، ولما اجي انا اكسرها خدني مخالفه. القانون الاعرج اللي احنا ماشيين عليه ده ما ينفعش. القانون اللي مليان ثغرات ما ينفعش. القانون اللي بيعمل مكيالين للمصلحه عشان يستفيد مني وياخد مني انا فلوس ومش مهم احنا نولع في بعض ما ينفعش. حلقه رخمه. بس انا بجد بقى يعني النهارده انا قاعد بحسبها كده مع نفسي، هو احنا ليه كل حاجه وعكسها موجودين؟ ابن الحرام يساوي ابن الحلال عند الحكومه او عند القانون، الغلط يساوي الصح عند القانون. تقدر انت تخش السجن جوه تعمل تفتيش ذاتي لكل واحد وتطلع منه البراشيم؟ كم ظابط قتل كم مواطن؟ حسبته بايه؟ ما روح قدام روح، ما القانون بيقول لك كده لو حد قتل حد يموت زيه بعيد عن اللي في وش يا رب. انما لا، اصل ده في عمله يعذبه يا باشا. يعني هو من عمله ان انت تعذبه. انما لا، ان انا اجي لك مثلا
بيقول لك اعمل لي ضوابط، انت عاجز تعمل لي ضوابط في كل حاجه والله العظيم. في التعليم تمام، في التعليم اهو حاجه وعكسها. ازاي؟ انت لو غبت 30 يوم انت تترفد نهائي من التعليم. ماشي يا باشا، تدفع مش عارف 75 جنيه يعملوا لك اعاده قيد، اكنك عدت سنه. كل حاجه كل حاجه وعكسها. وطول ما احنا ماشيين بقى يا معلم، كل حاجه طول ما احنا ماشيين. والمواطن الفقير دايما طلبه، ارجوك لو هتعمل قانون وتنصه نص، مش طالبه نص ملائكي، ما طالبه منك عليا وعلى على الكل. النهارده لما اجي اشتكيك اعرف ان القانون هيجيب لي حق، انما انا عارف اللي فيها اخش السجن راح مكرمش لي 70 80 جنيه القبضاي اللي جوه الحبس. فطبعا القبضاي ده بيراضي العساكر بره والسول. انا بخش دوله جوه دوله وانت موافق وسامح ومكبر دماغك وعامل نفسك مش واخد بالك. يعني في بنات بتبقى داخله الحبس يعني مثلا سرقه عشان جعانه، اتمسكت غلط. انت واحد بيخش جوه بيطلع عصابه. لو بنت داخله يا عيني غلط او داخله عشان قضيه او داخله عشان اي حاجه، مدورنا جوه. انت هتطلعي تتناكي وهتطلعي في بيت دعاره مستنيكي وهترزقي وهتعملي وهتسوي منظومه. انت قاعد وفارد ريشك وبتقول محدش ليه دعوه بيها، سيب المنظومه شغاله. وتعالى مثلا نحسبوها اللي هو ايه، اي واحد زي احمد عز انت بتعمل معاه مصالحه وكل يقول لك لا ما هناخد الفلوس اولى. لا يا راجل، وانا بحقي لو جات لي الفرصه اني افتري واسرق في الدوله هعمل، وفي الاخر هبقى اعمل مصالحه زي احمد عز، رشيد محمد رشيد هعمل مصالحه، حسين سالم هعمل مصالحه. انت بتنمي في العيال او في الجيل اللي طالع كيف تكون حرامي، بس خليك صايع ما تبقاش زي الجلاخي الاولانيه. الجلاخي الاولانيه وقعت، انما انت تطلع مفتح. على قالوا نحسبوها بالورقه والقلم، لا انت معلم الدستور بتاعك او القانون بتاعك بصراحه كل ما هتمشي خطوه تلاقي الفحره قد كده اغرس فيها، ما ينجيك منها غير المال. الفلوس هي اللي تنططك كل حاجه. تعالى النهارده بص لها كده، لو مثلا نص درجه تنططك كليه تانيه، لو معاك واسطه حلوه تدخلك الكليه اللي نفسك فيها. انت فين؟ المشرع اللي هو يا راجل ده النهارده اتفشخت النهارده بقراها في الوطن. والله العظيم 3 فقره بعمري. انا قبل كده كنت عامل فيديو عن الضرايب والدنيا دي، قلت مفيش حاجه اسمها ضرايب دخل والفيلم يعني حدا بيهوهو بقى انتوا فاهمين. النهارده رئيس المحكمه الدستوريه سياده المستشار عبد المنصور اهو، وخش على الوطن وقروها بيستفسر اللهم اجعله خير. بيستفسر من الضرايب، انتوا ليه بتاخدوا ضرايب من على الحوافز بتاعت العمال بتوع الدوله؟ ازاي تديني حافز وتاخد منه ضرايب؟ ازاي انا ادي ابن العدايه واقول له لا في 10 جنيه ضرايب عليك؟ واللي يفشخت بقى الناس اللي طالعه يا عيني ايه؟ ما هو ده بقى بيحط لمط بقى مع الحاجه وعكسها. انت مثلا واحد جاي طالع المعاش فبيديله مكافاه نهايه الخدمه، بص بين قوسين ايه؟ مكافاه نهايه الخدمه. ياخدوا عليها ضرايب. في انهي دوله حلال بتعمل ده؟ الله اعلم. انت مرتبك بياخد عليه ضرايب، الحوافز بياخد عليه ضرايب، مكافأة بتاخد عليه ضرايب. النهارده السيادة المستشار بيسأل يا جماعة انتوا ليه بتاخدوا ضرايب على الحاجات دي كلها؟ فسيادة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر السابق انا بقول لحضرتك تحية طيبة وبعد من العبد الفقير لربه الكبير محمود الياباني، ما انا لسان امي دلدل الله يرحمك يابا ويسامحك ويرزقك الفردوس الاعلى من غير حساب وسابقة عذاب. احنا دولة، انا اتحريت ياض، احنا دولة ماشية وحاجة وعكسها، كالصم سفن اب جنبينا. تمام؟ ايه يا جدعان؟ مديلكوا شعري عشان حابة اقوم اتعشى.
تمام؟ ايه يا جدعان؟ كرشي وبيزي وكل الكلام اللي هتقولوه. ايه يا جدعان؟ حاجه وعكسها. النهارده لما تيجي تتكلم مثلا ايه تلاقي البرامج طالعه. هو ربنا ينجح عبيده. احنا بدأنا نتعود على حاجه وعكسها يا جماعه، بقى طبعنا. النهارده انت بتقول محمد رمضان بيقدم مش عارف سوء معامله او بيقدم صوره وحشه للبلد وبتجيبه في برامجك. ايه الغبا ده؟ خلاص ده بقى منهج حياه. النهارده انت بتشوف ان مثلا واحد زي ميا مش عايز برضك ازوم في الزملاء، يعني ابن المرة الوسخ الخليل وبتجيبه في برامجك. الاخت شروق كاتبه مش قادره اعيش في مصر في 60 دقيقه انت واميره برضك بتجيبه في برامجك. انما شهيد واحد من اللي متصابين في الجيش مفيش. اسال كل واحده جوزها مات من بتوع الشرطه قول لها اختي بتقضي شهرك ازاي، ولو سايب لك عيال هتربيهم ازاي. علمتنا نعيش الحاجه وعكسها واحنا قابلين، بس اللي شبه مش هينفع يقبلها. خلاص جالي ملل، مش هعرف اعيش كده. ما تقوليش احنا عندنا الازهر والدنيا والدين والدول وانت سامح بالخمره في البلد وسامح بالسجاير في البلد، بس عمال تعمل لي اعلانات. لا لا، حافظوا على صدركم وحافظوا على صحتكم. ما انت اخويا حافظ علينا، ما احنا هننفعك في الجيش، ما احنا الرجاله اللي هنحميها. ما تقعدش تقول لي لا المخدرات والبرشام وبتاع، واحنا اللي اخترعناه ولا الصيدليين اللي فاتحينها مدعاره براشيم؟ انت فين؟ انت سايب لي الحاجه وعكسها. لا حبوا بعض كمسلمين ومسيحيين. حاضر يا باشا، عينيا الاتنين، بس امريكا دي بالتماره متناكه. امريكا تبص تلاقي تقول لك لا احنا فاتحين للمسيحيين، المسيحيين مضطهدين. هقول لك على حاجه، شعب مصر كله مضطهد، تعبان من فقر دايس عليه وكسره، الدنيا كلها دايسه عليه، بس هنقوله ايه بقى؟ احنا في مصر. وبجد انا زهقت من حاجه وعكسها. تعمل لي قانون يبقى سيف وماشي على رقبه كل اللي يعمل كده يجيب رقبته. ما تزعلش مني لو في يوم من الايام بقيت وحش زي غيره، وما تجيش تحاسبني. انت في يوم من الايام عملت مصالحه مع احمد عز، مصالحه، فجاي تحاسبني انا الفقيره اللي بدور على قومتي؟ النهارده جاي تسيع وتعمل فيها مفتح، ولو احنا هنظبط البلد. فين الظبط يا ريس؟ كل اقول لك خدها قلم على السيسي. لا لا لا، الرئيس بعيد عن اي حاجه، انا بتكلم على اللي قاعدين تحس سوس جوه البلد بيبوظوها اكتر ما هي بايظه. سوس، حاجه بتاكل في البلد عماله لولا لا اله الا الله هي اللي حامياها والله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتعمل ايه في البلد؟ غيرت دستور، ايوه بقى التشريع اخباره ايه؟ ومجلس الشعب يا نهار اسود على المابت شلحه. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.